جهات معروفة بأدائها بالتراث الثقافي الجزائري، كون تزخر الجزائر بتراث ثقافي، حضارات متعاقبة، حضارات وتراث ثقافي ذو زخم كبير. هنا يأتي دور المجتمع المدني في دحر افتراءات أو الحملات الشرسة حول التراث الثقافي الجزائري من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات الأكاديمية العلمية التي تدحر كل الافتراءات التي نراها اليوم حول التراث الثقافي الجزائري. قراءات علمية دقيقة، خرجات ميدانية، توثيق، تحسيس، جمع الأدلة العلمية وغيرها هي جهود مكثفة للمجتمع المدني لحماية الهوية الثقافية وتنوير الرأي العام بأهمية حماية هذا الموروث ليصبح اليوم بهذا شريكا فعليا في حماية الهوية الثقافية الجزائرية. أن هذه النخبة أو هذا المكون النخبوي للمجتمع الجزائري يعتبر نقطة هامة لحماية والدفاع عن التراث الثقافي الجزائري، التي نرى اليوم هنالك حملات شرسة عديدة تشنها أطراف معروفة ضد التراث الثقافي ونسبها إليهم. هنا يأتي دور الفاعلين وبحزم عبر المنابر الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الندوات العلمية التي تدحر كل الافتراءات التي نراها اليوم من قبل هذه الجهات المعروفة. المجتمع المدني اليوم أثبت أنه صمام الأمان الحقيقي وحارس واعي للتراث الثقافي الجزائري بيقظته ومعاركه المستمرة لحماية وصون الموروث الثقافي للأجيال القادمة.